ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل الليفت، بس هنعمله النهارده بطريقتين مختلفتين، وانتي بقى تختاري الطريقه اللي تناسبك. معانا الطريقه الاولانيه، جبنا الليفت ونقيناه كويس و... وقطعناه ونضفناه كويس قوي قوي من الحاجات اللي بتبقى فيه، والحاجات الخضرة برضو اللي تحت ديت ما عملتهاش. استغنيت عنها لانها كانت بصراحة متبهدلة خالص، فخدت ايه يعني، قطعته ورميتها يعني، ما استخدمتهاش في الطريقة دي. بنقيه بقى كويس وبنضفه كويس جدا جدا، وبحب ان انا اختار اللون اللي هو الموف دوت، بحيث ان انت حتى لو محطتيش بنجر، او حتى لو حطيتي بنجر تلاقي اللون معاكي كويس ومناسب. بتجيبي بقى وبتقطعيه بالطريقة اللي انت عايزاها. انا قطعته بالطريقة العادية خالص، ما فيهاش اي حاجة، طريقة عادية، شرايح كده وخلاص. شايفين قلبه عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، ومش مفتح من جوه، وسليم كده وبحاله من جوه، وقلبه ابيض زي الفل. بس بنجهز بقى المحلول، بنركنه لحد ما نجهز المحلول. المحلول عبارة عن ايه؟ لتر من المية السخنة، يعني كل لتر مية سخنة عليه المكونات اللي انا هقولك عليها دي. ولو انتي البرطمان عندك بقى بياخد لتر وربع، لتر ونص، زودي المكونات زي ما انتي عايزة. فانا هقولك مكونات اللتر. اللتر بياخد 3 معالق ملح كبيرة خشن، او اللي هو بتاع الطعام عادي، ومعلقة كبيرة من الخل، وبنجرية متوسطة بتجيبيها وتقشريها كويس، وتقطعيها كده يعني زي اللفت كده، ونحطها في المية، بحيث ايه ان هي تنزل ميتها كلها في المية السخنة. يعني المية السخنة بنعوزها ليه؟ علشان اولا البنجر يكون ينزل ميته فيها، لان احنا هنركنها لحد ما تهدى. وثانيا اللفت مش بيحب ولا المية السخنة قوي، ولا المية الباردة قوي من الحنفية. المية السخنة قوي هتهريه، والمية الساقعة قوي من الحنفية هتخلي لونه يغير، هتخلي لونه ياخد كده لون غامق، مش اللون الأحمر أو اللون البامبا اللي احنا متعودين عليه. فدي فكرة ان احنا بنستخدم ليه مية سخنة. طبعا احنا مش هنستخدمها سخنة بتغلي كده، احنا هنسيبها تهدى لحد ما البنجر ينزل ميته كلها، ونلاقيه ايه بقى كده مناسب. بنغطيها وبنركنها على جنب لحد ما نحضر ايه البرطمانات بتاعتنا. بنجيب بقى البرطمان بتاعنا ازاز او بلاستيك، بس تكوني انت ايه مخليله فيه قبل كده وواثقه فيه انه بيطلع الحاجه كويسه. الازاز طبعا زي ما انتم عارفين احسن نتيجه في التخليل هي الازاز. لو عندك البلاستيك وما عندكيش غير البلاستيك تمام، بس يكون صالح للتخليل. هنا حطيت مكعب من البنجر، مكعب يعني انا ركنت مكعبين، وحطيت الباقي في المية علشان هحط في البرطمان مكعب من البنجر. حطيت المكعب تحت، وابتديت ان انا احط فوقيه الليفت بتاعي. ظبطت البرطمانات بتاعتي، وابتديت بقى اشوف المية، لقيتها هديت وما بقتش سخنة زي الاول، ومش بتطلع بخار كده كتير، هديت بس. ورحت حاطه لها معلقة من الهريسة، ورحت حاطه معلقة كبيرة من السكر. السكر ليه؟ السكر علشان هو يقرمش. اللفت معانا بيقعد 4 أيام وبتاكلي منه، فطبعا عايزينه يكون لونه كويس، يكون بيقرمش، يكون تخليله مظبوط، وما يكونش مهري. فكل الحاجات اللي انا بقولك عليها ديت عشان يطلع معاكي نتيجة كويسة. نبتدي بقى ايه، نملى البرطمانات بتاعتنا. وبعد ما نملاها ونخلصها، البنجر بقى اللي في المية مش بنرميه، علشان تطلع النتيجة معاكي. او لو انتي اول مرة بتخلليه تطلع معاكي نتيجة كويسة، البنجر اللي تحت دوت ما ترميهوش، وحطيه على الوش. وبعدين غطي بكيس، او لو انتي البرطمانات بتاعتك محكمة غطي وما تخافيش. وبيطلع معانا بعد 4 أيام بالشكل ده، بتكليل اخر واحدة مقرمشة، وطعمها جميل، وملحها مظبوط، وتمام التمام. وطبعا بألف هنا. شايفين اللون جميل ازاي؟ اللون مظبوط، كل حاجة مظبوطة. نيجي بقى للطريقة التانية. الطريقة التانية مختلفة شوية عن الطريقة الأولانية. هنا أنا بوريكم بعد ما استوى طبعا، أهو ازاي هيطلع معانا بالجمال دوت، وفي نفس الوقت مخليينه بحاله.
طبعا انا قطعت هنا واحدة علشان تشوفوا هو قد ايه مستوي من جوه، والطريقة ديت مناسبة جدا جدا لناس كتير. معانا بقى اللفت بجيبه، لقيت طبعا العروش الخضراء دي سليمة وكويسة وتنفع ان انا ونضيفة وتنفع ان انا اخللها. جبت بقى اللفت ونضفته ونقيته زي الاولاني بالظبط ونفس اللون. ونضفت بقى الحاجات اللي فيه ديت لما لقيتها تنفع، ورحت ايه منضفاها ومقطعاها كده، جزء ركنته كده وجزء احتفظت بيه في اللفت نفسه. وبصراحة اللي في الطريقة ديت هعتمد اعتماد كلي على لون اللفت، هو الأساس في تلوين المية معايا أو في اللون الوردي الجميل ده. ببتدي بقى ان انا احط العروش الخضراء ديت الاول او الجذوع الخضراء دي الاول، علشان هتطفو على الوش لو حطيتها في الاخر، فبحطها في الاخر علشان طبعا اللفت تقيل فهينزل عليها يثبتها تحت. هنا اللفت انا هخلله بحاله يعني مش هقطعه. الطريقه ديت هتقعد معاكي اكتر من 15 يوم، لو عايزه تقعديها 15 يوم 20 يوم تفضل معاكي وتفضل زي ما هي بحالها، وتفضل ب... بشكلها ولونها يفضل جميل، والملح فيها مظبوط ومش هتتغير معاكي ولا لونها هيتغير. ببتدي بقى ايه يعني، طبعا في صغير وفي كبير، انا الصغيره بحطها بحالها عشان يبقى كله سوا واحد، واللي هي المتوسطه شويه بديها فتحه واحده، والكبيره او حاساها ان هي كبيره عنهم شويه بديها فتحتين كده ايه زي علامه الزائد كده، عشان السوا كله يطلع معايا واحد، متطلعش واحده مستويه وواحده مش مستويه. عملت الكميه بتاعتي كلها كده، وكل ما احط حبه ارج البرطمان علشان ايه اتاكد بس ان ايه كل واحده ثابته مكانها. انا بعد ما بخلص خالص وهحط كل دوت في البرطمان احاول ان انا ارصه بايدي رصه كويس علشان تاخد معايا الكميه كلها ويبقى البرطمان محكم. طبعا اللفت من المخللات الحساسه جدا، يعني لازم تشوفي الطريقه المناسبه جدا لللفت، لان لو انت عملتيه كده وانت مش عارفه بيتخلل ازاي او زي تخليل اي مخلل هيبوظ معاكي. اولا لازم تستخدمي الميه تكون فتره او تكون مايله للسخونه شويه، لان اللفت لازم هو بيحب الميه السخنه علشان احنا في برد، ولو هو تعرض للبرد او تعرض للميه الساقعه بيدي لون غير اللون اللي انت متوقعاه خالص نهائي، وبيبوظ معاكي وبيتهري. طبعا معانا تاني لتر من الميه السخنه برضو نكون غاليينها على البوتاجاز، وفي الطريقه ديت هنحتاج مكعب واحد بس من البنجر، لان انا عايزه اعتمد في الطريقه ديت على لون اللفت نفسه، هو اللي هيلون الميه وهوريكي ازاي هيلون الميه. معانا 3 معالق من الملح، وفي الطريقه دي مش هنحط خل لان طبعا احنا هنقعده براحته، احنا عايزينه يقعد شويه. طبعا انت بقى لو عندك ايه لو عايزه تعملي الطريقتين اعمليهم، الطريقه الاولانيه تاكليها بعد 4 ايام، والطريقه التانية تاكليها بعد 15 يوم، يعني هيقعد معاكي يبقى عندك طول الوقت اللفت موجود، على ما ده يخلص تكوني ايه خلاص هتفتحي في ده. بنجيب بقى ايه معلقه هريسه كبيره، دي هريسه شطه نبقى نعملها مع بعض في مره. بنحط معلقه كبيره في البرطمان نفسه وبنكشف بقى عليه. بصوا اللون، انا مخليه المره دي اللون خفيف خالص عشان بس اوريكم ازاي البرطمان هيطلع او اللفت هيطلع معاكي اللون الجميل الشفاف الحلو ده. ببتدي بقى انا بجيب القطعه اللي انا حطيتها في الميه السخنه اللي هي البنجر وبحطها على الوش، بحيث ان هي برضو لو هي لسه فيها لون او لسه هتنزل من اللون بتاعها تنزله بقى براحتها طول ما هي في البرطمان. بس بخلصه بيعمل الميه لحد فوق وبقفل بكيس وبقفل البرطمان كويس جدا. بقلبه بقى قيمه دقيقتين كده او 3 دقايق، وافضل اقلب فيه كده بحيث ان انا ايه اتاكد ان الهريسه بقت فوق وتحت والبرطمان كله يعني واصل له كل حاجه عشان تحت يستوي زي فوق. بعد 15 يوم هو ده كده شكله، اللي تنزل ميته كلها. والبنجر طبعا انا كنت حطاه حاطه حته صغيره يعني مش حته كبيره، يعني يعتبر الميه الحمراء ديت من اللفت نفسه. شايفين مستوي ازاي من جوه؟ واحدة قطعتها ولقيتها حلوة ازاي، ودي مستوية من جوه وطعمه بقى روعة.
جميل جميل جميل، وهتستمتعي بيه، وعندك الطريقتين اللي تريحك اعملي بيها، وان شاء الله يعجبك. ولايك بقى للفيديو لو عجبك، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.